عودي الميراث، مفاجآت كتير بأحداث المسلسل. بعد ذهاب الحجة مزنة لمنزل جويرية وبتقلها إنه هي والدة ماجد الخطواني، تنصدم جويرية وبتقلها شو جابك لعندي على البيت. بتقول الحجة مزنة انتو ما قدرتوا على منصور وما قدرتي على ماجد، هلأ صرتوا بدكن تدمروا بدر. بتقلها جويرية إنها ما بتعرف عن شو عم تحكي. بتقول الحجة مزنة إنه في حدا من شركتك مورط بدر بمناقصة كبيرة وبدر مو قدها، وماجد رافض الموضوع بشكل قطعي. وبتقول الحجة مزنة لجويرية في حدا من شركتك عم يخونك، عم يشتغل مع عائلة الخطواني العدوك الأكبر. بتقول جويرية هذا الشي مستحيل، نحن مستحيل نشتغل معكن. لكن الحجة مزنة بتعاتبها وبتقلها إذا صار شي لبدر أو لماجد ما رح أسكت أبدا، وما رح أسمح لأي حدا إنه يضر ابني وأولاده. وبعدها بتغادر الحجة مزنة. والدة زيد تتصل بعهود وبتروح لعندها عهود على البيت وبتشوفها. بتطلب منها غادة إنه تترك بيت رفيقتها لأنه بيصير لعائلة الخطوان العدو الأكبر لعائلتهم البهيتاني. لكن عهود بترفض الموضوع وبتقول أنا ساكنة عند صديقتي ومبسوطة كتير وما حدا له علاقة بمسكني. وبتقول غادة إنه زيد معصب كتير من سكنتك بهذا البيت. بتقول عهود ما حدا له علاقة وزيد هو ماله مسؤول عني. اتصل عهود على الشركة وهي معصبة كتير وبتروح لعند زيد وبتصير مواجهة شرسة بين زيد وعهود بالشركة. وبتقول له عهود انت ما فيك تتدخل بحياتي، وين اسكن وين اروح، وما لك علاقة فيني ابدا. وبتلوم عهود زيد على تصرفاته انه ما فينه ينسى الماضي. لكن زيد بيضحك بيقلها كل مشكلتي انه انتي ساكنة ببيت عدونا الاكبر. لكن عهود بتقول انا مالي علاقة بهاي المواضيع. وبينما زيد يكون معصب كتير بتروح عهود على مكتبها، تصل جويرية على الشركة وبتعصب على زيد انه عارض على بدر الخطوان مناقصة، وبتطلب منه انه يسحب المناقصة فورا او انها رح تتصرف تصرف ما بيرضيه. بيطلب زيد بغضب وانزعاج كبير من مساعده مهند انه يلغي الاتفاقية تبعية المناقصة يلي ابرمها مع بدر وفورا، ويخبر بدر بالموضوع انه لغوا الاتفاقية. وبيقول له مهند ليش، لكن زيد بيطلب منه تنفيذ الأوامر وما يعصبه أكتر. حور بتروح لعند زيد على المكتب بينما زيد مزعوج كتير. بيقلها زيد خير في شي تاني انتي كمان بدك تقولي؟ بتقول له حور ما بعرف ليش انت معصب، بس انا جاي خبرك انه طلال مقرر انه يسافر ويترك البلد ولازم تلحقوه قبل ما يغادر وما تعرفوا عنه اي شي. بيسألها زيد شلون عرفت؟ بتقول حور مو المهم انه شلون عرفت، المهم انه نلحق طلال قبل ما يسافر. بيتشكر زيد حور على اهتمامها بطلال وبيقلها انا رح اتصرف ورح احاول لاقيه قبل ما يسافر. زيد معصب كتير ومزعوج وبيسأل مهند انه جويرية شلون عرفت بموضوع المناقصة وانه بدر هو اللي رح ياخد المناقصة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.